كنتي انت غادي تجيب طابليت ولا تليفون ولا بيسي ولا اي جهاز كيف ما بغى يكون من برا، وبلاتي ما تجيبوش. كيفاش زعما انا بفيديو صورته غادي نخلي الدوله على قدها تاخذ قرار؟ السلام عليكم. البارح السبت صورت واحد الفيديو في سوق السبت وبينت لكم بزاف د الانواع ديال السلع اللي كاينين في هذا السوق هذا. الحمد لله الفيديو لقى اقبال وعرفنا بالمنطقه لبزاف ديال الناس اللي ما كانوش عارفين فين جا سوق السبت ولاد النمه، والدليل في التعاليق هو انهم بزاف ديال الناس كيقولوا لي فين جا هذا السوق وما كناش عارفينه. وفي وسط التعليقات اللي قريتهم كاملين كانوا بعض الناس كيقولوا واحد الهضره اللي متشابهه، كيقولوا لي راه بحالك انت اللي كتصوروا هذا السواق خلاو الناس اللي كيجيبوا السلعه ديال برا للسوق يمنعوهم ما بقاوش يجيبوها. ويلي، وهذا الشيء اللي خلاني ندير هذا الفيديو. واش بصح الناس اللي كيجيبوا السلعه من برا منعاتهم الدوله انهم يجيبوا السلعه؟ ملي كنهضروا على السلعه كنهضروا على التلافز والثلالج والادوات المنزليه الاواني الى اخره. حنا عارفين سلعه الشطاره شنو فيها، ودابا غير بشويه حضر معايا عقلك باش نفهموا القضيه من الاول حتى الاخر. اول حاجه راه ما يمكنش ليك تقول ان الدوله بالاجهزه ديالها كامله كتسنى هذا العبد الضعيف حتى يصور واحد الفيديو عاد تشوف هذيك السلع اللي كيتباعوا في السوق الداخليه ديالها. وهذيك السلعه بدورها راه باش تدخل عندك انت للسوق راه دازت من عند الجمارك ودازت من الديوانه وجات سيدي وتحملت في السيارات ديال النقل الدولي حتى وصلاتك لهنا، يعني راه داوزوا ليها السكانير وقلبوها وشافوها وعارفين شنو كيتباع في السوق، فما غيتسناونيش انا نصور لهم فيديو باش يعرفوا شنو كيتباع عندهم في السوق. ولكن كيف ما كنقولوا حتى شي دخان ما كيجي بلا نار. بصح عندكم الحق، كاين حاليا واحد القرار واللي صدر على الجمارك المغربيه وكاين في الجريده الرسميه واللي هو هذا، لقيتو غير باللغه الفرنسيه ما لقيتوش باللغه العربيه، اللي كيهضر على هذا النوع ديال الهضره اللي كتقولوا نتوما. بصح الاداره ديال الجمارك بغات تقنن هذه العمليه ديال جلب السلع من الخارج وتبيعها في المغرب. من بعد ما خرج هذا القرار في الجريده الرسميه، بطبيعه الحال المغاربه اكثريه فينا ما كيقراوش الجريده الرسميه، وملي كنقولوا الجريده الرسميه هي الجريده اللي كيتنشروا فيها جميع القرارات اللي كيكونوا صادرين على بعض الجهات الحكوميه، وحنا المغاربه راك عارفين ما كنقراوهاش. ضر واحد البوست كانت لاحتوها اسبريسو راه حاط البلان كامل، قال لك على انه المئات ديال السيارات كيجيبوا هذه السلع يوميا، بالتالي كياخذوا ساعات كثار من الجمارك المغربيه باش انها تفحص وتقلب هذوك السلع، عمليه المراقبه ديالها ان هذاك اللي كيجيب السلعه ما معروفش وقتاش كيجيبها وما معروفش شحال ديال السلعه غيجيب وما معروفش حتى نوع السلعه اللي كيجيب، حتى كيجي عندهم فكيضطروا انهم ياخذوا معاه ساعات طويله يقلبوا داكشي اللي جايب. هذاك الشيء علاش قال لك كاينه نقننوا هذا المجال هذا، وبالتالي الناس اللي كيمتهنوا هذه الحرفه يكون عندهم واحد الروجستر كوميرس انهم يديروا هذه الخدمه. هذا الشيء هو اللي ما عجبش بزاف ديال الناس وصيغته المهنيين ديال النقل الدولي، خرجوا داروا مظاهرات وداروا احتجاجات على هذه القضيه هذه. ساعه هذا الشيء اللي كاين، يعني الا كنتي انت غادي تجيب تلفازه او ثلاجه من الخارج غير صبر بلاتي غنشوفوا هذه القضيه هذه فين وصلت.